جريمة شيماء جمال رجعت للرأي العام من تاني، بس المرة دي بشكل أصعب. مسلسل ورد وشوكولاتة رجعها لنا من تاني وجسد لنا أغلب تفاصيل الجريمة. النهاردة بنقدم لكم قصة بدأت بعلاقة سرية وانتهت بجريمة قتل. الناس شافوها بنسخة درامية في مسلسل ورد وشوكولاتة، لكن الواقعة كانت أبشع بكتير. شيماء جمال كانت مذيعة شجاعة وملفها المهني معروف بجرأته، لكن اللي ما كانش معروف إن حياتها الشخصية ملف أخطر بكتير. اتجوزت في السر من المستشار أيمن حجاج. من بره العلاقة بهم مستقرة، لكن الحقيقة إن كلها كانت تهديدات، والخلاف بدأ من رغبتها في إنها تعلن جوازه وهو بيحاول يخفي ده علشان يحمي منصبه. وفي 20 يونيو سنة 2022 أخدها معاه علشان يشوفوا قطعة أرض في أكتوبر. يبان يوم عادي، لكن الحقيقة انها ما تعرفش ان ده اخر يوم في حياتها. حصل خلاف ما بينهم والموضوع اتطور لدرجة اعتدائه عليها والخنق لحد الموت. وبعد الجريمة حاول يخفيها بمساعدة عامل عنده. حفر، دفن الجثة واستخدم مواد كيماوية علشان يشوهها. ليه؟ علشان محدش يتعرف عليها وسابها ومشي. لكن الحقيقة مش بتدفن وصعب انها تتشوه. العامل اعترف لكل الجهات الرسمية وكشف مكان الجثة وكل التفاصيل. وبعد التحقيقات واعادة تمثيل الجريمة، المحكمة اصدرت حكم الاعدام على ايمن حجاج، ووقعت الصورة المزيفة وظهر الوش الحقيقي للجاني. القضية اثبتت ان المظاهر ممكن تخفي جرائم حقيقية، وان المسؤولية القانونية لا يمكن التهرب منها. وفي النهاية، هل انتوا شايفين ان تجسيد جرائم حقيقية بشكل درامي بيساعد فعلا في التوعية بشكل افضل، ولا ده sensitive content والأحسن ما نتكلمش عنه؟ سيبوا لنا رأيكم في الكومنتس.